السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده جايه لكم بوصفة حلوة جدا زي ما وعدتكم، يعني او زي ما عودتكم. اللي بأمرك يا رب اي وصفة بعملها لكم لازم تكون مجربة. انا عايزه اقول لكم الوصفة ديت كنت مجرباها من كام سنة وفعلا حلوة جدا. عايزه اقول لكم النهارده البطل معانا النهارده الخل عايزه اقول لكم تحفه، بيستعمل في كل حاجه ولاي حاجه. عايزه اقول لكم اللي هو بيستعمل للتنظيف الخشب وتنظيف الرخامات، بيعقمها جدا رخامات المطبخ. لو حطيتي عليه عصره ليمونه ومسحتي بيه الرخامات هيديكي لمعه وريحه حلوه جدا. طبعا بيتحط في السلطات، وطبعا بيتحط على السمك المشوي، طبعا بيتحط على البتنجان، على الفتة. بصوا، ليه ادوار كتيره جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم الحلو جدا لقشره الشعر كمان. هنا بقى نسموا بسم الله كده، حط اللايك وتعالى اقول لكم النهارده هنعمل بيه ايه. عايزه اقول لكم ان احنا عندنا في بيتنا كنز واحنا مش عارفين. النهارده عايزه اقول لكم ان الوصفه دي انا كنت مجرباها من كام سنه، اللي هي قويه جدا لحرق الدهون، بتساعد جدا على حرق الدهون. كوبايه ميه عليها معلقه من الخل الابيض او معلقه خل تفاح، عايزه اقول لكم الاتنين زي بعض للي مش حابب يعني، او مش بيستحمل الخل الابيض. انا عايزه اقول لكم ان انا شربتها معاكم، بس نصيحه: اللي عندها قرحه في المعده ما تاخدهاش على الريق. في ناس تقول لك لازم الوصفه دي تتاخد على معده فاضيه، لا غلط، هتتعبي زياده. واللي ما عندهاش حاجه ممكن تحس بتعب في المدعه بتاعتها، تمام، عدوها. المهم يعني اهم حاجه تتاخد بعد الغداء، كوبايه ميه عليها معلقه خل بعد الغداء يا جماعه. عكيتي مثلا بالنهار ونسيتي، حلو قوي لو خدتيها بعد العشاء، عشان بقى ايه بقى وانت نايمه كده الدنيا برضو بامرك يا رب تتظبط. حلوه جدا والله بجد، حلوه جدا. انا مجرباها من كام سنه بس انا بطلتها بقالي كتير قوي. ليه هتقولي ليه؟ هقول لكم معرفش، يمكن كسل يمكن نسيان معرفش. المهم اللي انا عايزه اقول لكم النهارده اللي هي وصفه حلوه جدا هتساعدكم بامر الله. طبعا لو بعد الساعه 5 قللنا او بعدنا عن النشويات، بعد الساعه 5 يا جماعه بعدنا عن النشويات مع الوصفه دي بجد هتعمل معاكم فرق كبير قوي. حطي اللايك، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركي فيها، وسلام.